قناة واتش 24 الإخبارية، ننقل لك الخبر أينما كنت. كل التحية لرجال المغرب، وكل التحية للشعب المغربي، وكل التحية للمسؤولين عن كرة القدم في المغرب. ورغم اختلافنا معهم في بعض الامور، ولكن دايما كنا بنشيد بيهم وبنشيد بالمسؤولين عن ملف كرة القدم في المغرب، اللي نجحوا انهم يظهروا بشكل مشرف جدا في هذه البطولة. النهارده المنتخب المغربي بيفوز 2-0 على المنتخب البلجيكي المدجج بكل نجوم العالم. مش نتيجة بس، ولكن نتيجة وأداء وسيطرة وروح قتالية ومدرب وطني ذكي. والنهارده المشهد اللي حضراتكم شفتوه من المنتخب المغربي ما جاش نتاج عمل يوم وليله، ولكن جه نتاج للتخطيط الجيد ووجود مشروع حقيقي على ارض تم تنفيذه على ارض الواقع من قبل رجل اسمه فوزي لقجع. فوزي لقجع لما بنتكلم على رجل بيخدم وطنه فبنتكلم على فوزي لقجع. وعايز اعرفكم ازاي ان ممكن مسؤول يكون عنده فيجن ويكون عنده مشروع واضح ومشروع معلن للجمهور. ازاي لما يكون عندك راجل زي ده، ازاي ان انت تقدر ان انت تنجح على الارض. فوزي لقجع يعني تولى مسؤوليه رئاسه الاتحاد الكره المغربي سنه 2014، يعني تتكلم ان هو دلوقتي بقاله 8 سنين. وشوفوا الراجل عمل ايه للكره المغربيه في 8 سنوات. وخلي بالكم فوزي لقجع ده انا اكتر واحد هاجمته لما كان مشكله النادي الاهلي ومشكله الملعب وبتاع، هاجمته. لكن الراجل يستحق التحيه ليه؟ لانه الراجل خدم بلده وخدم وطنه. تعالوا نشوف النهارده فوزي لقجع والكره المغربيه وصلت لايه. بالتخطيط مش بالكلام ولا بالمؤتمرات ولا بالخطه. خطه واضحه الراجل حطها، ووثق في رجال كره القدم. الرجال طبعا اللي مثلوا المنتخب المغربي على المستوى الدولي، فاستعان بنور الدين نايبت النجم المغربي السابق طبعا واحد اساطير المغرب. استعان بيه في اتحاد الكره المغربي للاشراف على المنتخبات الوطنيه، وابتدوا ان هم يشتغلوا بنيه تحتيه، اكاديميات. انشا اكاديميه يعني اشتغلوا على اكاديميه محمد السادس لكره القدم اللي النهارده خرجت يوسف النصيري نجم اشبيليه الاسباني. اكاديميه للتاسيس البنيه التحتيه. عملوا مركزين تدريب، طبعا مركز في الدار البيضاء ومركز في الرباط. وعملوا بنيه تحتيه تخدم المنتخبات الوطنيه. دي صورة الأكاديمية بتاعت طبعا أكاديمية محمد السادس اللي في الرباط، اللي دلوقتي أصبحت بتنتج لاعبين يعني معظمهم بيلعبوا في الدوريات الأوروبية الكبرى. اوعوا تفتكروا ان اللي انتوا شفتوه، المشهد اللي انتوا شفتوه ده النهارده، ده مشهد كده ماتش كوره قدروا يكسبوا بلجيكا. لا، الناس دي خططت وكان في ثقه في رجل وطني قدر ان هو فعلا يخدم بلده عن طريق تطوير البنية التحتية وعن طريق تطوير مستوى المدربين، الاعتناء وتطوير الرخص التدريبية للاتحاد المغربي التابع للاتحاد الافريقي، والاستعانة برجال الخبرة وليس رجال الثقة. وحطوا يا جماعه تحت رجال الخبره مش رجال الثقه دي مليون خط.
في ناس نظام ادارتها ونظام شغلها ان هو ما يشتغلش الا مع واحد بيثق فيه بس، اللي هو رجال الثقه. الراجل ده راجل عنده الامكانيات وينجحني ولا لا مش مهم، المهم ان انا بثق فيه، والمهم ان هو الراجل بتاعي. وفي رجال نظام شغلهم ان انا بثق في الناس اللي شغاله معايا، لكن المهم هم هيقدموا لي ايه، هينجحوني ولا لا. وهو ده الفرق ما بيننا وما بين الناس اللي مسكت الكرة عندنا في مصر، وما بين الناس اللي مسكت مناصب دولية وخدمت بلدهم صح. ما خدمتش بلدهم عن طريق تنظيم بطولة ولا عن طريق الضحك على الدقون، لا، ولا عن طريق تكوين مراكز إعلامية بتخدم عليهم. لا، الناس اشتغلت ووثقت في اهل كرة القدم ورجال كرة القدم في المغرب، وادوا لهم ادوار حقيقية على الارض ان هم يشتغلوا، وقدر فعلا ان هو يستفيد من خبراتهم. فوزي لقجع استعان باوشيان روبرتس كمدير فني للاتحاد المغربي بداية طبعا من 2018، وقدر ان الراجل ده يحط لهم بلان. الراجل ده ده راجل ويلزي، جه اشتغل حط لهم بلان. تعالوا شوفوا النهارده كرة القدم المغربية وصلت لإيه. النهارده المنتخب المغربي مدجج باللعيبة المحترفين، دوري محلي متميز رغم صعوبة الاحتفاظ باللعيبة المميزة داخل الدوري المغربي، لأن الأولوية دائما هي تصدير لاعبين للخارج. وده خلي بالكم دي تعليمات للأندية، لما يجي فرصة احتراف للعيب مميز صغير السن ادوله الفرصة واستفيدوا منه ماديا بشكل كويس، واشتغل لي. ده مركز بقى، مركز التدريب، ده مركز تدريب المنتخبات اللي اتعمل في المغرب. انا جايب لحضراتكم الصور والفيديوهات دي عشان تشوفوا الناس اللي بتشتغل بحق وحقيقي. ومهم جدا نعرف، ومش عيب، احنا مش هنقعد نبص لتاريخنا بس، احنا مش هنقعد نتفرج على الناس اللي جنبنا واللي حوالينا بيتطوروا واحنا نقعد نبص لتاريخنا بس، احنا الفراعنه وتاريخنا بس. لا، احنا التاريخ ده يعتبر مسؤوليه علينا. بصوا مركز التدريب اللي بيتدرب فيه كل المنتخبات الوطنيه، الكره النسائيه، الكره الشاطئيه، الصالات، كره الصالات، طبعا المنتخبات بالفئات العمريه، منتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، كلهم بيتمرنوا في مركز محمد السادس لتدريب المنتخبات. البنيه التحتيه والاهتمام بتطوير البنيه التحتيه. طيب الراجل احكي لكم الحكايه واقول لكم الناس دي خططت ازاي من اول سنه 2018. اول حاجه جابوا راجل عمل لهم ديزاين للرخص التدريبيه بتاعتهم، اللي هو الراجل اوشيان روبرتس اللي انا بقول لكم عليه. والراجل ده طور لهم الرخص التدريبيه اللي هو المنهج العلمي او المحتوى العلمي للرخص التدريبيه عشان يقدر ان هو يطور المدربين. والكلام اللي انا بقوله لكم كلام هو ده اساس كره القدم، هقعد اعيد وازيد فيه، لان احنا لازم نتعلم ان احنا بدون مشروع احنا بنضيع وقتنا. الموضوع مش موضوع التعاقد مع مدير فني اجنبي مميز، ولا التعاقد مع مدير فني للمنتخب الاولمبي، كل الكلام ده كويس جدا، ولكن لازم يبقى عندنا مشروع. مدير فني للاتحاد الكوره يحط لنا مشروع، وهقول الكلام ده كل يوم. الناس دي كلها اللي نجحت عشان كان في مشروع. المشروع ده اتعرض في مؤتمر صحفي وكان في بلان واضح، وبعد كده نزلوا نفذوه على الارض. النهارده بيجنوا ثمار ما حصدوه منذ سنوات. عد بقى لعيبه محترفين في افضل دوريات العالم، عد الذكاء في الاداره، عد حاجات كتيره جدا. والنهارده المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الرجراجي راجل طبعا لاعب دولي سابق، ولاعب عنده خبرات ولعب في اوروبا، وراجل مسك الفتح الرباطي وخد احسن مدرب في الدوري المغربي. ما قتلوهوش بقى هناك، ما قتلوهوش ولا كسروا مقاديفه ولا قال لك ده صغير ولا قال لك حاجه، لا،
لما لقوه ان هو مدرب عنده بوتنشال ادوا له الفرصه. مسك طبعا مدرب مساعد في منتخب المغرب، ثم بعد كده مسك الفتح الرباطي وعمل نتائج هايله وخد احسن مدرب. بعد كده راح قطر اشتغل لمده موسم في الدحيل القطري، بعد كده رجعوه على الوداد، وبعد كده تم تحضيره وهو مدرب الوداد باعطائه رخصه البرو اللي اقيمت منذ 6 اشهر